بيكم حلقه جديده وبرنامجكم استاد الاسكندريه. كل اسبوع بنلتقي هنا بنحاول نقدم لكم يعني تناول مختلف للقضايا الرياضيه على مستوى الاسبوع وحصاد الاسبوع الرياضي، ونحاول نحلل بشكل مختلف. وزي ما هتسمعوا مننا مش بندعي ان احنا الافضل، لكن انا دايما بدعي ان احنا مختلفين في اطروحاتنا. هتلاقي ارائنا مختلفه، مش ضد يعني مش بنقول الكلام عشان نعارض، عشان لا، الموضوع ان احنا بنشتغل موضوعيه حياديه شديده. دايما لما بنيجي نحلل الموضوع بنحلله من كل جوانبه، مش عاطفيين في تحليلاتنا ولا في افكارنا ولا في ارائنا. واظن الاسبوع ده انتوا شفتوا مجرد بس ما تركنا الامر لبعض الناس، مش عايز احدد حد ولا اقول حد، انا بس سبت الدنيا شويه كده للناس تشتغل بعواطفها على مستوى الخبر الرياضي وعلى مستوى نقل الحدث الرياضي. الجمهور او المشجع يتحول الى اعلامي او صحفي، والصحفي يتحول الى محلل كروي ويحلل فقرات تحكيميه، يعني يخش هو بقى ايه يتكلم في التحكيم وهو محلل او هو صحفي ناقد رياضي. فالاحداث اللي بتحصل دي بتثبت دايما ان احنا وجهه نظرنا صح، وان احنا طريقتنا في الشغل هنا مختلفه، وان احنا بندي كل واحد دوره وتخصصه. الاعلامي اعلامي، المذيع مذيع، الصحفي صحفي، المحلل محلل، المشجع مشجع ما بيلعبش ادوار تانية. فالحاله دي هي دايما اللي بنحافظ عليها، هو الصح. الناس بقى تزعل مننا، الناس تقول ان احنا ما بنشتغلش صح، الناس تقول اي حاجه، الناس بقى اللي بتلعب على العواطف وبتلعب في الحاجات اللي انتوا عارفينها دي عشان تكسب رضا بعض الجماهير. القصه دي مش عندنا ومش موجوده. ده هتلاقوه النهارده في تحليل فني كامل مع واحد من الكوادر الرياضيه الكبيره جدا على مستوى عالم كره القدم المصريه، مش بس على مستوى كره القدم السكندريه. هذا الرجل ما تيجي تبص على المسيره بتاعته، تبص على ما يقدمه، يعمل في صمت دائما، ما يحبش الاعلام، ما يحبش يظهر، ما يحبش يكون موجود تحت الاضواء. ولكن تعال بص على التجارب اللي قدمها الراجل ده، عمل حاله مختلفه تماما على مستوى كره القدم، من اول الناشئين لحد الفرق الكبيره لحد الانديه الكبيره. كل نادي هو موجود فيه بيسيب بصمه اداريه هيكليه تنظيميه. تخش تلاقي قطاعات الناشئين بتشتغل وبتجيب لعيبه، تدخل تبص على الفريق الاول تلاقيه مستقر وقوي وبيعمل صفقات منضبطه على مستوى التنظيم الاداري لفرق كره القدم اللي بيتولى المسؤوليه في الاشراف عليها، تلاقي كل حاجه مظبوطه زي الساعه. وتجربه سكندريه خالصه، لان هو سكندري ابن من ابناء يعني نادي سموحه العظيم، اللي كانت تجربه نجاحه الحقيقيه وظهوره معاه. وفي نفس الوقت اثبت ان الموضوع مش فلوس، الموضوع مش امكانيات كبيره، موضوع عقليه بتفكر كويس قوي. النهارده هيكون معايا كابتن عاطف حنفي في حلقه دسمه جدا. انا بسعد بوجوده لانه نادر الظهور زي ما انتم عارفين، ما بيحبش يطلع مع حد، لكن كالعاده الاستاذ طارق اسماعيل بما له من سيطره وحب في قلب الكابتن عاطف حنفي قبل انه يكون معانا النهارده في حلقتنا. طبعا بحيي بقى الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ طارق اسماعيل اللي دايما بيجيب لنا الاسماء العظيمه الكبيره اللي بتثرينا في حلقاتنا في برنامج استاد اسكندريه. مساء الفل. مساء الخير. اهلا بيك. كل مره تضغط على الراجل تجيبه. لا هو والله يعني عايز اقول لك ان ايه فعلا زي ما انت قلت الكابتن عاطف حنفي ما ينفعش حتى اتكلم عنه، لان مهما اقول ان هو فعلا من اهم الشخصيات في الوسط الكروي المعروفين بالنزاهه والشفافيه والتنظيم والعلم والكفاءه. بالظبط. سافرت معاه مره تونس، هو سبقنا. فايه لما من اول ما وصلنا لغايه ما رجعنا لم ارى في حياتي حد منظم بهذا الشكل. كل حاجه ماشيه زي الساعه ما بتقول، وهادي. حتى الوفد الاعلامي هو مرتب له كل حاجه، ومن ساعه ما نزلنا من الطياره لغايه ما رجعنا مطار القاهره. فانت بتتكلم على شخصيه جديره بالاحترام وجديره بالتقدير، وهنستمتع بيه النهارده. وهنستمتع بتجربته لانها تجربه تدرس. يعني هرجع اقول لكم تاني ليه بنختار، احنا دايما على فكره في برنامجنا انتوا عارفين بنختار ضيوفنا جدا، بنختار نوعيه الضيوف اللي بتيجي، لان دايما بنحب نسيب اثر، نسيب رمزيه. دايما وابدا بقى لنا فتره بنتكلم عن ان عندنا اشكاليات في قطاعات الناشئين على مستوى مصر كلها، مش على مستوى الانديه السكندريه بس. عندنا اشكاليات في اداره منظومه كره القدم، عندنا اشكاليات في اداره منظومه كره القدم داخل الانديه. كابتن عاطف دايما بقى بتيجي تبص على التجارب بتاعته في كل مكان، هو الراجل عنده الحلول السحريه السهله، السهل الممتنع. في نفس الوقت مفيش بقى الكليشيهات الكبيره، احنا لازم نصرف ملايين الملايين عشان مش عارف ايه. اديله اي تجربه بمواصفاتها
وهو هيحط لك الحلول بتاعتها وهتنجح. فجايز لعل وعسى الناس اللي عندها مشاكل اليومين دول في اي حته جايز تتعلم حاجه من حلقه النهارده. لكن خلينا قبل ما نستقبل الكابتن عاطف في حلقه النهارده، تعالوا ندخل على موضوعين مهمين ولازم نتكلم عن احداث بتمر، ودايما احنا كنا بننوع الحاجات منها. مثلا الفوضى، او بلاش الفوضى، خلينا ما نبتديش بكلمه كبيره، الحاله يعني السيوله العجيبه في ملف مباراه للنادي الاهلي كان فيها وقعه تحكيميه، والى ان دخلت يعني كان حتى النادي الاهلي بيان قوي جدا على مستوى المصطلحات وعلى مستوى الوعيد والتهديد، ورجعنا للنغمه دي تاني بعد برضه عشان الناس تفهم احنا ولا مع الاهلي ولا مع الزمالك، بنتكلم على الفكره. النهارده اغلب البرامج الرياضيه بتتكلم في ده قبل ما ادخل على طول تاني. هو لا يجوز انك تتكلم في ده، يعني لا يجوز. للاسف طبعا مرفوض تماما انك تتكلم على التحكيم تماما. واخد بالك؟ الله يا اخي، الاتحاد الدولي ما اتكلمش ليه لما مارادونا حط الكره بايه؟ وده في كاس العالم، وخد هو كاس العالم بايه لان وصلته للدور النهائي، ما لغاش المباراه. الله، ما حد وواضحه وضوح ايه يعني، لكن خطا بشري وحصل وعدى وانتهى الموضوع. انما لو توقفنا بهذا الشكل، طب تعالى ما تتابع الدوري الانجليزي والاسباني، ده في كوارث. شوف اللي بيحصل ازاي، وبيجيب لك بالبطيء ازاي ده بيمسك ده وجوه منطقه جزاء والكره ماشيه عادي والدنيا شغاله. يا جماعه يجب ادبيات اتحطت ومن المجلس الاعلى للصحافه والاعلام والكلام ده، محدش يتكلم على التحكيم. بس على فكره هو في قرار، ما ده اللي انا متوقف عنه، في قرار اصلا من المجلس الاعلى للاعلام ده في البرنامج بالظبط. احنا مش هنتكلم على التحكيم تمام، انا بتكلم على المباراه، اداء الفريق ايه، طب الفريق اداؤه كان ليه ضعيف، الكلام. لكن التحكيم خلاص دي لعبه وعدت ومساله تقديريه. لو انا وقفت عن كده انا بفتح باب مش هيقف. انا بس مستغرب من حاجه، ان النمط السائد وسط اللعيبه وسط الاداريين في الانديه في هذا التوقيت هو الحديث عن ان التحكيم غير منصف، ان التحكيم غير عادل، واشياء اخرى بدون دليل على يعني شبهات معينه بيتم القاء من اللاعبين داخل الملعب على الحكم. ودايما الحكم هو امبارح الحكم لغى هدفين الاتحاد، هل نتكلم عليهم؟ لا طبعا ما نتكلمش عليهم برضه. لا 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 خلاص. واخد بالك؟ انقل على اللي جاي، فكر في المستقبل، ما تقفش على اللي فات. خلاص انت ابتدي فكر انت في فرقتك، هل ادائك كان كويس، هل ادائك كان وحش، هو ده اللي تتكلم عليه. وارد يحصل حاجات كتيره جدا، واخد بالك؟ يعني وارد مع اي فريق يحصل، فما تقفش هنا الوقفات دي. ولا يجوز لو فتحنا باب الحديث عن التحكيم ده باب مش هيتقفل ابدا. وانت هتهدد بالرحيل والانسحاب، ده يهدد بالرحيل والانسحاب، هيبقى بقى كل فرقه هتعمل كده، خلاص كده مفيش حدود. وهتتعامل مع الموضوع ده، هيبقى موضوع مدمر. طيب ده موضوع احنا بس حابين نوضح فيه الصوره، وحبيت اسال الاستاذ طارق عشان عارف ان ده رده على فكره، انا عارف من الاول ان هو هيرد، لان انا عارف ما يخشش في موضوع التحكيم، الاعلام ما يخش في موضوع التحكيم، وده مش كلام استاذ طارق، ده كلام المجلس الاعلى للاعلام. انا بقى ده اللي انا متوقف عنه كرجل بعمل في مهنه الاعلام الرياضي. النهارده بشتغل في تلفزيون الدوله، والاستاذ طارق النهارده بيتكلم في تلفزيون الدوله، وبنتكلم على منظومه رياضيه موجوده بنحللها، وعندنا قرار صادر من السنه اللي فاتت زعنا على فكره نصه هنا اول ما نزل عن او بناء على قرار من المجلس الاعلى للاعلام بمنع الفقرات التحكيميه، بمنع الحديث او الجدل في ملفات التحكيم. ولكن بعض القنوات الرياضيه كبيره على فكره، وبعض الاسماء الكبيره على مستوى الاعلام الرياضي طبعا الكلام ده عادي. طب هل النهارده زي ما برضه بعض بنوقع عقوبات على بعض المحللين، طب ما نشوف الاعلاميين. يعني انا راجل النهارده اعلامي، مطرح ده في ملف واجيب ناس واجيب حكم، والمجلس الاعلى للاعلام اللي هو بينظم العمليه بيقول لي لا انا عايز ده لا افكرك يجوز. يا استاذ حسن، احنا كنا حتى في المباراه الدوليه نعمل فقره كده، بنجيب الكابتن جمال بشيء تمام، وقفنا حتى دي احتراما للقرار، صح. احتراما اللي احنا يجب ان يبقى نهج الاعلام المحترم يختلف عن ما يحدث على السوشيال ميديا وما يحدث في بعض القنوات اللي هي اعتقد انها بعيده عن الاعلام. وكفايه يا جماعه بقى مداعبه لمشاعر الجماهير الحصول على المشاهدات.
هي دي لعنه الاعلام على فكره الرياضي بشكل عام في مصر. ناس بتشتغل مش بالموضوعيه الكافيه، ناس بتشتغل بفكره ان انا اراضي او اشحن، بلاش هي مش اراضي، هو اشحن الجمهور بطريقه معينه عشان اعمل قضيه كبيره، عشان احرك الامور بشكل معين. ده لا يجوز على فكره، ده مش هقول لك مهنيا، ده اخلاقيا لا يجوز. ومن هنا حصل احداث تانية شفناها على مستوى السوشيال ميديا الايام اللي فاتت بقى، زي السوشيال ميديا وبعض مروجي الافكار وبعض الناس اللي ليهم كل التقدير لو هم بيشتغلوا بمنهجيه او بيشتغلوا بحياديه، ولكن لو ليهم مصالح في شيء ما هيحرك لك المواضيع بطريقه معينه في اتجاهه هو، وانت هنا فقدت السيطره على البوصله. ما بقتش القصه بقى ان انت قادر حتى تدير ملفاتك بشكل مضاد. العام دور خطير جدا للي يعي دور وخطوره دور الاعلام في الفتره القادمه. نيجي بقى للي عارف القضيه الكبيره والموضوع الكبير. كابتن تامر مصطفى يرحل رسميا بعد الاعتذار عن تدريب فريق نادي الاتحاد السكندري، وهنفتح الملف مع استاذ طارق لان في احداث وفي كلام عن المدرب الجديد اللي بنسبه كبيره هيكون موجود بكره في تدريب. ده طبعا بيان من نادي الاتحاد السكندري برحيل الكابتن تامر مصطفى. هذا الرجل على فكره على المستوى الشخصي له كل الاحترام، كان لينا حلقه معانا الاستاذ طارق اسماعيل، والرجل على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى المهني حتى له كل الاحترام. ولكن هو شخصيه جميله جدا، محترم مؤدب، بس انا من 3 اسابيع واحنا كنا بنتناقش بالظبط هو مش هيكمل. صح. انا كنت عارف ان ايه الظروف خلاص. لا وفي بعض الاوقات حتى لو مدرب كويس يفقد الكيمياء، بيفقد الكيمياء مع فرقته خلاص القصه انتهت. جوارديولا على فكره ممكن يحصل معاه كده، انه واحنا عارفين طبعا مين جاي بكره ومين اللي هيبقى ايه، لكن احتراما الكلام اللي اتقال لنا احنا ايه يعني. هو طبعا معروف ان في مدرب وجاي من فرنسا واجنبي بالظبط وبكره هيكون موجود ان شاء الله، وهيبقى موجود وكده. كل ده احنا عارفينه، عارفين الاسم وعارفين مين المعاونين، الكابتن ايمن عبد العزيز، كل ده يعني كابتن ايمن عبد العزيز هيكون موجود، هيكون في الجهاز المعاون. الوحيد اللي فاضل من الجهاز ده الكابتن عبد الظاهر السقا. كابتن عبد الظاهر بصفته مشرف على ملف كره القدم وفقا للتعريف يعني، لكن هو مش هيكون مدير الكره بشكل مباشر، لان خلي بالك احنا عندنا مدير الكره راحوا، فانت النهارده بتقولي لا هو هيكون مشرف على كره القدم برضه نفس الوظيفه. لكن الكابتن عبد الظاهر موجود، وكل اللي كان موجود هيكون مش موجود. حتى كابتن وكيل سلامه والمدربين المحترمين اللي كانوا موجودين كلهم هيرحلوا بشكل هو في جهاز بكره جديد نتمنى له التوفيق. الوضع في نادي الاتحاد اللي اهم من الجهاز الفني التكاتف، انا مش عايز افسرها، لكن اهم من الجهاز الفني الموجود ان نادي الاتحاد يكون اتحاد فعلا على المستوى العام ولا على مستوى الجماهير وعلى مستوى الاداره، كل حاجه. كل حاجه. الجماهير مقسومه، مجلس الاداره ارجو ان يكون على قلب رجل واحد. نادي الاتحاد في حاجه للاتحاد، ده قولا واحد. ده انا عارف ان انت مش هتقول اكتر من كده، بس انت بتشوف ان ده ممكن يعمل ازمه الفتره الجايه طبعا، وهم محتاجين يرتبوا اوراقهم. يعني هم عملوا حاجه انا شايفها دي صح، انك انت لازم يبقى عندك اعلام منضبط. الصفحات بقت كتيره جدا، يعني محدش عارف ايه صفحه نادي الاتحاد، فين صفحه نادي الاتحاد، وفين قناه نادي الاتحاد. في 3 4 قنوات يقول لك لا انا، وبعدين القنوات دي او الصفحات دي في ايدين مين؟ لازم برضو ده كل ده لازم يتحط في منظومه مكتمله. يعني لازم تكون يعني وفقا للمعطيات تبع للنادي، ده شيء منطقي على فكره. بالظبط، والنادي يبقى مسؤول عنها، والنادي ايه يتولاها المسؤولين المختصين. حضرتك مش بتقول لي القناه دي تقفل، حضرتك بتقول لي القنوات دي تبقى تحت منظومه النادي. النادي يبقى مسؤول زي اي نادي، زي مثلا النادي الاهلي عنده منظومه متكامله صح مسؤول عنها وفيها 112 اعلامي. صحيح تمام، بيشتغلوا كلهم بس في منظومه واحده. ما ينفعش ان كل واحد مع نفسه في جزء منعزل. مجرد انا باخد الشرعيه، مجرد ان انا اكتب اسم نادي الاتحاد، الشرعيه من اداره النادي. خد بالك من دي، وده شيء منطقي يعني ما يزعلش حد طبعا. يعني انا النهارده وده اللي انا واقف عنده، لان البيان بتاع النادي بيقول كده، وبعض الناس زعلت يا جماعه طب ايه المشكله؟ ومحدش بيقول لك ما تشتغلش، بيقول لك خلي العمليه تبقى منظمه. طب انا جبت صفحه وكتبت عليها ايه نادي الاتحاد، وكتبت كلام على مزاجي، النادي مش عايزه، مين يحاسب مين؟ لا، لازم يكون في بشكل في مظله بتجمع ده كله.
طيب الكلام ده ما بيزعلش حد، يعني فكرة احنا بنتكلم بموضوع شديد، احنا برضو مش مع التيار بتاع نقفل ونهدم لا 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 ما تقفلش، ولا اي حاجه، بس انت نظم. نظم العمليه. النادي مساء الخير، احنا اداره، تعالوا يا جماعه نقعد معاكم، انتوا بتشتغلوا بمواصفات معينه، وبما ان انت بتحمل اسم النادي او انت قررت ان يكون اسمك اسم النادي، سواء بقى كنت مشجع في الاساس فمن حقك انت تحط اللوجو، ايا كان الموضوع ده مش عيب. ولكن في النهايه طالما انت يعني قبلت ان انت تشتغل في الاعلام بتاع النادي او باسم النادي، فهتقع تحت السياسه التعليميه هيبقى للنادي. في ضوابط، في ضوابط زينا كده كلنا، اي زي اي واحد قناه. اي واحد. وينفع اي حد يجي يتكلم باسم اي قناه، ولا لازم القناه دي تديله ايه؟ تصريح. تصريح طبعا. عشان يشتغل بفكرها ومنهجها ومبادئها. صح. واخد بالك؟ يعني انا النهارده في مؤسسه وبشتغل صحفية، باسم مؤسسه. تمام. لو حبيت اروح مؤسسه تانية لازم همشي بقى بالنهج الجديد، مش همشي بالفكر القديم. صح. بس طيب هو ده برضه مرتبط على فكره باللي احنا كنا بنقوله من شويه، الاعلامي يشتغل اعلامي معاه بقى، عارف الكلام ده بقى، الصحفي يشتغل صحفي، هي كده، هو الموضوع بيشتغل كده، اللي يقدر يجمع من الاثنين وعنده المعايير ده يشتغلها بس بشكل موضوعي ومهني. وبرضه ده مش اتهام لاي حد باي حاجه، عشان تبقوا فاهمين احنا على فكره دايما برنامجنا منفصل عن كل ده، ان احنا ما بنعتمدش على اي حد في، احنا بنعتمد على نفسنا دايما هنا في البرنامج. استاذ طارق عارف الكلام ده، ودايما بنحاول نقوله للناس. فلكن الموضوع بما ان المشهد كده، لا نهدى شويه، لان كلنا بنحمل اسم نادي الاتحاد وكلنا بنحط شعار نادي الاتحاد، بالتالي ما ينفعش يبقى ده التراشق او الحاله اللي حاصله، يحصل بيان من هنا، يحصل كلام من هنا، يحصل خروج عن النص. برضه شفت بعض الخروج عن النص ما بين البعض. يا جماعه نهدى شويه، لان في الاخر زي ما استاذ طارق بقى، ده هيصب دايما ضد مصلحه نادي الاتحاد بقى على المستوى العام، مستوى الفريق وعلى مستوى كره القدم وعلى مستوى البطولات وعلى مستوى كره السله. فالهدف ان كلنا نقف مع بعض في هذا التطبيق. عايز اقول كلمه اخيره. اتفضل عشان اتفضل. قبل الكابتن عاطف ما يدخل ونستمتع بيه، لو حصل اي حاجه لنادي الاتحاد الضرر هيصيب الكل. ما هو ده حقيقي. الضرر هيصيب الكل. بس ساعتها بقى اللي عامل شغل وعامل قنوات وعامل مش عارف ايه، هيشتغل على ايه؟ هيشتغل على نادي نزل في الدرجه الثانيه مثلا، ولا هيشتغل على نادي تاريخه بينتهي ولا بيقع؟ طبعا لا نتمنى ده نهائيا طبعا. بس لازم يبقوا فاهمين كده ان النهارده لما بيحصل اي مكروه في اي حته الضرر بيصيب كل الايه من ينتموا له. طيب انا بشكرك على الجزء ده، دايما بستناه وكنت مستني اسمع رايك، وزي ما توقعت انا كنت متوقع ان حضرتك هتمشينا دايما في الاطار الصح وفي الطريق الصح، وهتدينا الاراء الموضوعيه المنضبطه. نروح بقى للواقعيه اللي تقدر ان هي تخلق عالم مختلف، وتقدر تخلق منظومه قويه وقادره على صناعه النجاح. ودي في الحقيقه المواصفات دايما بتاعه المنظومات اللي بيقودها وبيديرها الكابتن عاطف حنفي بعد الفاصل.